اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل الاطباق الحلوه دي. طبعا بنشتريها من محلات الحلويات بمبلغ وقدره عالي جدا، طبعا بربع التكلفه او بأقل كمان. هنعملها في البيت. طبعا حلوة جدا لو عندك عزومة تعمليها لضيوفك، او لو رايحة معزومة عند حد تاخديهم هدية، برضو شيك جدا. النهاردة هنعمل التو سيزون والفور سيزون. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ وطبعا ممكن تغيري في التوبنج زي ما انت عايزة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا وسهلة وبسيطة كمان. والاطباق دي يا جماعة بتتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، هتلاقيها متوفرة كتير وباشكال مختلفة. شايفين الطبقات؟ وسهلة وبسيطة جدا جدا. تشوفيها تقولي متعوبة عليها، لكن هي والله سهلة جدا. وطبعا ممكن تعمليها في علب صغيرة او البولات المتاحة عندك، او حتى في كاسات. هنا عندي انا هعمل النهاردة الكنافة في الكب على طول. انا عندي هنا نص كيلو من الكنافة، كنت مفرزاه في الفريزر متلج يعني. هكسره حتت كده واروح حاطاه في الكب على طول واشغلها. الطريقة دي سهلة جدا يا جماعة، عشان ما تفضليش تفركي بايدك بقى وتدعكي السمنة بايدك والكلام ده كله. هنا فرمت الكنافة معايا اهو. هنزل بقى بحوالي 3 معالق كبار من السكر. هنا انا حاطه سكر عادي، ممكن تحطي سكر بودر لو متوفر عندك. خلاص انا مجهزه عندي كوبايه الا ربع من السمنه سايحه كده، مش سخنه، هي يا دوب دفيتها بس عشان تسيح معايا. وهشغل الكبه كمان مره، هفتح عليها مره واحده بس وانزل الجوانب بتاعتها كده. خلاص شغلتها كمان مره، بقت حلوه جدا معانا، ولا تفركي بايدك ولا اي حاجه. هنزل بس اللي في الغطا كده في صينيه ألمونيا بقى تكون كبيره شويه عشان تتحمر معاكي بسرعه. انا النهارده هحمر الكنافه في الفرن. ممكن تعملي الخطوه دي زي ما هي كده على البوتاجاز من فوق، بس هتبقى ايدك فيها على طول تقلبيها بسرعه عشان كلها تاخد لون واحد. نزلت كده بالكنافه بتاعتي في قلب الصينيه. شايفين كلها اتعملت بالسمنه ازاي؟ خطوه سهله جدا والله. هديها تقلبتين بس كده. شايفين باينه قوي ان هي مربله بالسمنه اهي كده. خلاص انا مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، مشغله من تحت بس على الرف الوسطاني، وهحطها واخلي بالي منها كل شويه بديها تقليبه عشان كلها توصل للون واحد. هتطلع معايا بالجمال ده. شايفين لونها دبب ازاي؟ بس ضروري ضروري تخلي بالك منها وكل شويه تديها تقليبه عشان تطلع معاكي كلها لون واحد زي كده. كده خلاص جهزت الكنافه معايا اهو. هفضيها بس في بوله تانية عشان تبرد معايا عشان ابدا على طول. هنا انا جهزت البولات بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، زي ما قلت لكم 2 سيزون والفور سيزون، وفي اللي هي بوله واحده عادي. هنا انا جهزت الكريم اهو، عملناها مع بعض كتير قبل كده. عباره عن كوبايه من الكريم شانتيه، عليها معلقتين كبار من الباستري كريم، عليها معلقه كبيره من اللبن البودر، وبنزل بكوبايه كبيره من الميه الساقعه المتلجه وبضرب كويس، وبنزل من الميه واحده واحده لغايه ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هفضي الكريمه كده في كيس حلواني او كيس تلاجة المتاح عندك عشان تسهل عليا بس الموضوع. وهحط طبقه بسيطه كده من الكريمه من تحت. طبعا ممكن فوق طبقه الكريمه دي تحطي التوبنج اللي انت هتحطيه على الوش برضه، بس انا حبيت اخليها سهله وبسيطه النهارده عشان ما تبقاش تقيله قوي في الاكل. بسويها كده حاجه بسيطه. سهله والله يا جماعه يعني. مادام جهزتوا الكنافه في 10 دقايق هتكونوا رصين القوالب بتاعتكم. طبعا زي ما قلت لكم ممكن تعملوا في كبات صغيره عادي بنفس الطريقه. هنا الكنافه بتاعتي جاهزه اهي. هنزل بقى بطبقه كويسه كده من الكنافه. طبعا لازم تكون الكنافه هديت تماما عشان ما تسيحش الكريمه معايا وعشان ما تطرقش، تفضل مقرمشه زي ما هي. وطبعا برضو ممكن تعملي طبقة بسيطة من الكريمة وتحطي طبقة بسيطة من كنافة وترجعي تحطي كريمة وتحطي كنافة.
بس هي مش مستاهله، يعني البولات دي رفيعه شويه، فمش مستاهله نفضل نعمل طبقات عشان تبقى الطبقات واضحه وظاهره معانا. هساوي كده الكنافه كده، خلاص سويتها اهو. عملت اللي في القالب التاني نفس النظام. هنزل بقى بطبقه كويسه بقى من الكريمه. شايفين الكيس بيسهل عليا ان انا احط الكريمه ازاي. وزي ما قلت لكم مش شرط كيس حلواني، ممكن في كيس تلاجة عادي. هملاه كمان مره بقى عشان اخلص. هنا حطيت كل كميه الكريمه اهو. هسويها كده بقى على قد ما اقدر عشان التوبنج اللي هحطه على الوش. طبعا زي ما قلت لكم التوبنج ده بيرجع لكم. ممكن تحطوا فراوله ومانجا زي ما انا حاطه، كيوي، ممكن تحطوا زبده لوتس، ممكن تحطوا فستق، صوص فستق يعني، نوتيلا، نوتيلا وايت، مربى حليب، اللي انتوا حابين حطوه. انا النهارده حبيت احط الحاجات اللي هي بتبقى مطلوبه قوي في رمضان، واللي الناس كلها ما بتختلفش عليها. اللي هو التو سيزون ده هعمله مانجا كده وفراوله. عندي انصاف كده من الفراوله قطعتها، والمانجا دي كانت متفرزه معايا، قطعتها مكعبات وخليتها تصفي الميه بتاعتها كويس جدا. ورحت حطاها هنا عندي معلقتين كبار من عصير المانجا. هلمع المانجا بيهم كده. ممكن طبعا تستغني عن الخطوه دي وتلمعي بجيلي تلميع او جيلي مانجا. وعندي هنا للفراوله عندي معلقه عسل نحل كبيره، هضيف عليها معلقه من الميه ولون احمر كده عشان تديه لون حلو. طبعا ممكن تحطي صوص فراوله مش فراوله، المتاح عندك اعمليه. وبرده ممكن تستغني عن خطوه العسل دي وبرده تلمعي بجيلي تلميع بارد. شايفين في اقل من 5 دقايق خلصنا الطبقين اهو. وطبعا الحاجه اللي كل الناس ما بتختلفش عليها هو صوص الكراميل. وطبعا عشان احنا في رمضان يبقى لازم نعمل بوله كده بالتمر. حاجات رمضان رمضان يعني. بالله عليكم لو وصلتوا للمرحله دي معايا ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت حلو منكم وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا شير لكل حبايبكم. شايفين هنا البوله دي كده خلصت معانا اهي. هجيب التانية بقى. هنا عندي انصاف من البلح اهو، اللي هو البلح الطري اللي هو التمر. هرصها كده الرصه اللي انتي حبايها بقى. كده خلاص رصيت البلح بتاعي اهو. وهنا عندي صوص الكراميل كنا عاملينه مع بعض قبل كده، ده صوص بيتي. هنزل بكميه كويسه برضو حوالي معلقتين كبار كده. خلاص يتسوى معايا بكل سهوله. بحاول امسح بس اطراف الكريمه دي. وهنا حطيت شويه من صوص الكراميل على البلح كده عشان يديله لمعه حلوه. عندي انصاف من البندق هزين بيها على الكراميل كده عشان تديها شكل حلو. وبس كده خلصنا اطباقنا الحلوه. بذمتكم في سهوله وجمال كده. ايه رأيكم بقى؟ غرقانة مانجا وفراولة وغرقانة في الصوصات. طعمها والله يا جماعة خطير خطير خطير، لازم تجربوها. شايفين شكلها؟ شوفوا بقى انتوا لو هتشتروها من بره هتشتروها بكام؟ ايه رأيكم؟ وطبعا من ايديكم هتبقى احلى بكتير وبألف هنا على قلبكم. بالله عليكم ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم في الايام المفترجة اللي احنا فيها دي. شايفين ده اللي انا اقصده اهو. الطبقات ظاهرة معانا، الكريمة والكنافة والصوص طعمهم في حتة تانية. طبعا ملكة رمضان هي الكنافة بكل اصنافها وانواعها. شايفين ما شاء الله الله اكبر، حلو جدا. واللي هو الفور سيزون ده بيبقى حلو عشان بيبقى فيه كذا طعم، اللي ما بيحبش حاجة ياكل غيرها. بس طبعا ما فيش حد بيختلف على المانجا والفراولة. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.